يا كابتن محمود. طبعا هم متفقين الخطه وهعلنها على الملعب 3-2-3-1. واضح ان الخطه هتبقى متوازنه بين الدفاع والهجوم. هنشوف التبديلات هتكون على ايه. في تسجيل كابتن معز محمود ضد التعليمات لفريقه، بيقول احنا اخوات وشاشات صحيح، بس خلال المباراه عايزين نسيب في الملعب. الفريق السوداني مستعد. طبعا شايفين اكثر من محترف في الفريق السوداني. واضح يا كابتن عزت ان المباراه هتكون طويله عليه، بس احنا بنتقدم. يهمنا جدا في هذه المباراه كابتن حماده بيسخن. بالحكم المخضرم الحكم الدولي الكابتن سعيد السباعي. طبعا الكابتن سعيد السباعي الماتش هيكون في مصوبات وجولات في الملاعب المصريه. طبعا الجماهير بتحيي كابتن عزت والكابتن معز محمود، هم برضه تلامذتنا وطلاب مجتهدين في المباريات الهامه. وايضا بندعو للكابتن احمد منير بالشفاء العاجل الله علينا بالصحه والسلامه يا رب. هيكون على ايه النهارده؟ طبعا لحظة البداية بتبقى مهمة جدا. كابتن عز والفريق مستعدين جيدا، عملوا فترة إعداد على بحر البسيلة، وكابتن معز محمود كان مستعد في أدغال أفريقيا، فالمباراة هتكون ساخنة الحقيقة. بننبه الحكم عشان بداية المباراة. طبعا هنا هو بيستعد بينبه اللعيبه ولحظه التسليم اللعيبه. يلا كابتن محمد. بسم الله. تبدأ الآن مباراة منتخب مصر ضد منتخب السودان. تشكيل الفريق بتبتدي المباراه ساخنه جدا، ويبتدي الكابتن ويتكلم مع الفريق المصري. الفريق المصري بيستعد الخطه، بيبص يمين وبتتلعب تاني وساخنه والكوره وبيوري القائم كوره حلوه. بدايه ساخنه من الفريق المصري عزت. البدايه ساخنه، الفريق السوداني بيحاول يمتص الجموح المصري. طبعا متفقين على لعبه هنشوف هيعملوا ايه. الكوره لسه في فتره التحضيرات. خط الظهر ومحترفنا السنغالي تلعب عاليه، الكوره في خط الظهر لسه بيبصوا لبعض. متفقين على حاجه، ضربه مرمى لفريق السودان. كابتن المعز محمود بيلعب بيزيدو والفريق السوداني بياخدها وبيحاول يبص تاني، وبرضه متفقين على فتره الدفاع، مركزين جدا. وبتلعب الكوره وضربه كابتن حماده كابتن يا انصاري حرام عليك، مديالك على ضمن الفرده، بس هو لسه ما استعدش وما دخلش في اجواء المباراه، لسه ما دخلش في الليل. والكوره والمدافع وكابتن محمود والكوره عاليه وبتتوزع. الفريق السوداني بيستعدوا مع بعض، والكوره ومخططين وخط النص. الفريق السوداني بيبص لبعض، متفقين على حاجه. وخط النص تاني كابتن سامح كابتن ابو سعده بيبص لبعض وبترجع تاني. لسه كل اللعبه خلفي جدا، خلفي لسه ما فيش اي تهديد. والكوره بتخش على الوينج وبيستولى عليها كابتن انصاري. الدفاع المصري قوي جدا وبيحاول يستعرض مهاراته، والوينج الشمال وبيستعرض يبص تاني وبيضيع الكوره في نص الملعب وبياخدها حاجه مساعده وبيستلم تاني وبيقطعها الفريق السوداني. الفريق بيقطعها وبيهدفها له وبيبص تاني. كده بقى فاصل من المهارات، مش مستعجلين على الماتش. والدقايق معدوده جدا وبيبصوا لبعض، والكابتن بره بيركز. كابتن معز محمود بيزعل لعيبته، مش راضي عن الاداء لحد ما. كابتن عزت بيرد عليه بيقول له ما تقلقش احنا في نفس المستوى. طبعا من خلال المباراه بنأكد على قوه العلاقات المصريه السودانيه. تحليل صريح وكمان وعزت، وطبعا بياخدها من دور الاسد كابتن ابو سعده.
الى خارج الملعب. بنرجع للمباراة. كان بس مع المخرج بنركز حاجة. كابتن أنصاري بياخدها الكابتن المحترف السوداني خط الظهر، بيبص خط النص تاني، بيحاولوا يعديها اليمين، بيحاولوا يمتصوا حماس الفريق المصري. مش عايزين نبذل مجهود في الشوط الاول، لسه قدامنا مباريات كتير. بيدوروا على المحترفين. الفريق السوداني بيبصوا ايوه وخط النص طموله وبيبص اليمين ويتاح الفريق المصري. يا سلام الكوره مبينه قد ايه المجهود المصري كان مجتهد جدا. وبيبص لزميله كابتن مصطفى من الناحيه الثانيه الانصاري حول صعب مهاراته. موقف صعب الحقيقه وبيعدي تاني، بيرجع لخط الظهر بيبص لعزت وعزت بيلعب على لعيبته. مش عايزين استهتار دلوقتي، الوقت مش في ايدينا. بيقطع الفريق السوداني بيحاول بيرجع تاني من الشمال بخط الظهر، راجع كامل فريق مستر عزت راجع كله بيحاول يلعب بطريقه الزون ديفنس. وهنا بياخدوا والكابتن مهاجم والكابتن هنا كابتن مصطفى بيبص لزمايله بيقطعها تاني الفريق السوداني وفاصل من المهارات، لكن مش هتعدي على الفريق المصري. الفريق المصري مر ببطولات كتير وحايش على ميداليات كتير جدا. وهنا فريق مصطفى وكابتن عزت، وطبعا لم يختبر الى حد الان كابتن محمود وبتتلعب على اليمين الشمال كابتن عزت وبيبص لعزت وبيبص لزمايله والكوره بيتألق مستر عزت. حقيقه يعني تعليمات مهمه جدا وقايم بدوره على اكمل وجه من اعداد الفريق وتحضيرات. طبعا بنشكر اداره استاد المنتخب القانوني قايمين على اكمل وجه الحقيقه. بيرجعها كابتن انصاري مره اخرى، بيبص هيلعب يمين بيركز وبيلعب الباص السهل جدا في نص الملعب. طبعا هنا بقى الفريق السوداني متفقين الكوره الهجمه المرتده كابتن ميدو بيرجع تاني. طبعا الكابتن الخبره كبير جدا كابتن بيحاول يدخل كابتن معبود في اداره المباراه، لم يختبر بعد وده مش دليل على ضعف وجود الفريق المصري، ولكن الخطه اللي بيلعبها كابتن عزت هي المرتده. كابتن مهدي محمود كل لعيبته ما تستعجلوش بصوا لبعض والكابتن بيساعد وانفراد واليمين والشمال حلوه وبجوار القائم. كابتن عزت بيزعل لعيبته بيقول لهم ركزوا شويه ما تسيبوش الفراوده لوحدها. كابتن مطمن جدا كابتن انصاري هتعمل ايه؟ بيفكر بيشوف هيلعب يمين. الملعب اتملى لعيبه من جوه اللعيبه نفسها، كل لعيب بيقوم بدورين او ثلاثه، الملعب زحمه جدا. بيركز بيرجع تاني وكرة خطرة الحقيقة مش وقته خالص. الفريق المصري بيحاول يستعرض مهاراته، لكن الفريق السوداني مركز جدا في احداث المباراة وبياخدها ولعبة خشنة الى حد ما. الفريق المصري بيدور على الحكم الفريق السوداني الكرة صعبة وبيتألق مستر عزت، بيتألق الحقيقة وانفراد تام بيكونها عزت من خطورة المنتخب السوداني. عزت بينبه لعيبته ضربة كورنر، متفقين على لعبة واضح جدا. هلعبها مرة واحدة ونزلينه واتلعبت مرة واحدة وبيطلعها. يا سلام يا انصاري، يا سلام الحقيقة. وبيعدي من واحد وبيرجع له تاني وبيرجع للتاني وبيرجع ويبص على زمايله ويبص. لا يا راجل بيلعبها بالكورة ضربة تماس. المنتخب السوداني بيبص لبعض هنعمل ايه؟ الفريق هيشرب فرقة قوية جدا. المنتخب السوداني بيلعب على الباب وبيقطع. يا سلام يا حماده يا سلام. طبعا كابتن مصطفى وكابتن امير في الكره اللي فاتت كانوا بيزعقوا يا راجل احنا معاك، بس هي الكوره جول. الفريق السوداني طبعا الملعب مرشوش ميه فزحلق اللاعب السوداني بيرجع تاني وضربه التماس. بيطلب الحكم بس بيشوف الجزمه. اللاعب المصري بيلعب كابتن مساعدة كابتن ايمن كابتن حماده بيبصوا لبعض والمتفقين عليها والكره. يا سلام المنتخب السوداني بيتألق في الكره اللي فاتت وبينقذ كره من على خط المرمى. يا سلام على الكره وكان مصطفى المفروض في دور المهاجم بس بيرجع تاني بيساند زمايله. المنتخب السوداني والكره ضربه تماس للمنتخب السوداني. واضح جدا المنتخب المصري مركز في احداث المباراه وبياخدها بيغير ملعب. يا سلام على الكره والاستلام والاستخدام
وبيبص على زمايله مش مستعجلين. الحقيقه واضح جدا الثقه من الفريق السوداني، بس الفريق المصري على مين؟ احنا برضه مصريين وهنكسب في اي وقت. والكوره يا راجل يا راجل. هو صحيح الكابتن معز مالي مرماه، بس برضه مش بالطريقه دي. الجماهير بره قاعده مستعجله على هدف الحقيقه. طبعا معايا احد كبار المشجعين ماتش زنكلون. يعمل عبد محمود ويسترجع الايام الخوالي. يا سلام وبيشيلها من حرفه المرمى. الو بضربة البداية بيلعب المنتخب السوداني. بيبص للبعض ويرجع اللاعب تاني بيرجع بيشوف خط الظهر. الحكايه بتعمل بس الفينش بحرفنه. يا سلام على اللعبه. وبيبص لاثنينه وانفراد وعزت بياخدها براحه جدا. طبعا معايا كابتن عبد الله دردوري كبير مشجعي الماتش الزنكلوني. بيبص تاني طلعنا من الفريق المصري وعلى غفله من خط الدفاع السوداني. يحرز المصري هدف المباراه. هدف جميل جدا متفقين عليها من زمان. وفي لحظه غفله بسيطه جدا يتخلل اللاعب بين خط الظهر السوداني والمعز محمود. والله يا ابني الهدف ده بهدفين، هدف المباراه وهدف المعز محمود نفسه. طبعا كابتن جاسر فرحان بيتابع احداث المباراه وبيكتب تعليقاته. صاحب جاسر ليه دور مهم جدا في الملعب. وكابتن حسام مجدي رئيس مجلس اداره استاذ الزنكلوني بيتمنى للفريق المصري التوفيق. واستاذ مراد الزنكلوني طبعا بيتابع المباراه عبر شاشه الهاتف. الراجل له دور كبير جدا من تحضير الملعب وكل حاجه. والفريق السوداني وبيشوف الله عزت الكوره عابره، ولكن عزت قاعد منتبه على مين؟ احنا صحيح منتبهين ومركزين وبنرجع للمصري. ولو سالتك انت مصري هتقول له ايه؟ هقول لك مصري برضه. الله على الكوره وبيبص لبعض كابتن مساعده بيتالق الدفاع بيقوم بدوره كويس جدا. طبعا احد اسبان الملعب كابتن عبد الله دربين بيقول لك كابتن والله انا نفسي اتالق مع الفريق الكبير ولكن لسه ما خدتش فرصتي. من الاجيال الصاعدين في ملعب الزنكلوني اللي طبعا في تشكيل بره. والفريق المصري والكره المعز محمود. الله على الكوره وشجاع الكوره. طبعا قاعد بره بيشجع زمايله وبيشجع الجماهير. سامح قايم بدور مهم جدا. الله يسامح على تشجيعك. طبعا مهندسنا الجميل مهندس الاشغال الرائع الحقيقه له دور مهم جدا. الجماهير واقف جنب اللي شاف الملعب. وهنا كابتن انصاري خط الظهر بيبص البعض على ميلون طبعا في تغيير في الخطه. بدل ما كانت 2-3-1 بقت 3-2 بس مش عايزين هم يهاجموا. الحاج محمود الزنكلوني راعي الرياضه في ملعب الزنكلوني وصاحب الملعب، وكان بيقوم بدور مهم جدا مع كل فرقه اللي فيه الحقيقه. وبيراعي الاسبان ويكون ليه دور هام جدا في الملعب. طبعا بنشكره الحقيقه على دوره البالغ الاثر معانا الحقيقه. بنشكره جدا. الفريق المصري المعز محمود بيقول له لا لو خدت اللي فاتت مش هتعدي دي. الفريق السوداني بيركز وبيحاول ينقل الكوره بالراحه جدا. الفريق المصري بحماس شديد صراحه. الفراعنه رجال وبيقطع بيقول له لا الكابتن اللي بره هذا اللي فاكر الشطاره. المصريين برضه يخطوا السودانيين الحقيقه على راسنا، ولكن التشجيع والتشجيع للمدربات ملعب الزنكلوني الحقيقه بينزلوا المدربات جدا. والفريق السوداني بيحاول يشوف وبره الجماهير اعضاء مجلس اداره ملعب الزنكلوني فرحين جدا. اتمنى
2-0 من احداث المباراه. المباراه ساخنه جدا طبعا، واضح هيبقى في تغيير في الخطه في الفريق السوداني. فريق بيقدم مباراه طيبه جدا، ولكن من هفوات واخطاء بسيطه بتيجي النتيجه. فاحنا برضه مش هنأكد غير على اهميه المباراه وعلى اهميه الانشقاق ما بينهم. بترجع تاني الكوره، هو في حاجات كتير عايزين نتكلم عنها النهارده. فترة الإعداد والتحضيرات واللعيب، طبعا خطورة جدا. الفريق المصري ضاغط في كل ملعب، في ضغط كبير جدا، واللاعب المصري نازل وبيرجع. واضح جدا التدخل القوي جدا، ولازم الحكم يقوم بدوره. لسه 17 إشارة يا جماعة، واضح إن الملعب بيأجز جدا. مش وقت يا حبيبي، مش وقت. طيب نرجع تاني لأحداث المباراة. معلش تعرفين الجماهير المصرية بتحب جدا المشاغبات. كورة الكابتن معز محمود وبيلعب كورة جميلة جدا. الله الله، ده الفريق السوداني، ده الفريق السوداني. الكورة الحقيقة جميلة جدا، بتتلعب مرة واحدة. المعز محمود والجمال ما تلاقوش الكورة معانا، ولسه في وقت، ولسه الماتش الحقيقة بعد غفلة بسيطة من المنتخب المصري بتعدي الكورة بسرعة جدا بدون أي حسابات. وكان بقول للناس اللي كانت بتتفرج من بره، لو أنت كنت بتشرب كوباية الشاي جوه السكر عندنا احنا كمان. تعالى وكمل الموضوع من رائع جدا الحقيقة. طبعا بنشجع الفريق السوداني على اللعبة الحلوة جدا بقيادة الكابتن كابتن معز محمود. طبعا كابتن معز محمود مجهز اثنين محترفين بره، مش مستعجل على نزولهم دلوقتي. لسه عندنا ماتشات كتير في الدوري. الفريق المصري لحظه غفله كده، مش عايزين اللعيبه تهتم بفكره الانتصار، ولما حصل الملعب حصل ارتفاع بسيط بيرجع تاني. الفريق السوداني يهرب اليمين، يخش اللاعب المصري، يخش المصطفى. يا سلام، والمهاره السودانيه، ولكن ما وصلش وراه الكره. لا جدع. هو كابتن احمد عبد المنعم متابع المباراه على لايف 2000 والشاشات المصريه. طبعا بنشكره جدا على المتابعه، والراجل ضمن دوره مع اللعيبه المصريه، والراجل اللي له دور في اعداد فرق ناشئين على ملعب الزنقلي. الفريق السوداني خط الضغط، في باص خفيف كده موسيقى وبيحاول يكسر ارض، والحكم لا ترجع للفار. لا الفار لا يا جماعه، ضربه تماس، الخماسي بالرجلين مش بالايدين. وبيلعبها والكره بيهاجم خالص، والوينج اليمين والسرعات المصريه تاني. يا سلام، وبيستولى عليها. الله، الفريق المصري ده المرسيدس طلع مصري مش الماني. الله كابتن انصاري والسرعات والخطه، وكابتن يا ايهاب. يا سلام والكوره طبعا بيرجع تاني كابتن انصاري بيقول يا جماعه ما تستعجلوش. والكوره بيرتاح المفتون السوداني وينزل، والكوره باحتراف. يا عزت اعزك الله يا ابني والله. الفريق السوداني بيبقى في البعض، بيرجع لخط الظهر، بيحاول يستولى على كوره، بيرجع ثاني للبنك، واللاعب هنا بيلعب بطريقه كاسو. طبعا مش هنبقى على كاسو، كابتن فريق الاتحاد والمدير الفني المنتخب الناشئين المصري، وبيطلع هنرجع لاحداث المباراه، وبيطلع الفريق المصري بيبصوا والقطع السوداني. الله التألق. لا ده كده مش مرسيدس بس، ده كمان بقت هونداي الحقيقه. السرعات جميله جدا، وبيرجع الفريق السوداني. هنا مفيش اي تحيز، ضرب من الجماهير، وابن كابتن عزت ترجع ورا شويه من شوط الملعب. لا في خلاف على كوره بيشدوها من يمين بعض، هو حماس ملعب مش اكتر. الحكم بينبه وبيرجعها تاني للفريق السوداني، واللاعب المصري بيديها لاخوه السوداني عشان يلعب النمل الثاني. بيلعب اللاعب المحترف
ابتسامه جميله من اخواتنا الاشقاء. ترجعها تاني خط الظهر. خط الضرب حاول يستولى على الكوره بيستفرد اللاعب المصري. كابتن معز محمود بيلعبها تاني الوينج الشمال. والوينج الشمال بيرجع تاني لنص الملعب. واضح ان متدربين عليها. استدراج اللاعب المصري للاعب السوداني. بتطلع طويله واضح جدا ملغي الهجمه المرتده. طبعا فهمها في الفريق السوداني. فاهمها جدا. بيباظي بيحاول يغير ملعب. فاصل من المهارات بيرجع تاني مش مستعجلين. الخطه السودانيه بيحاول بيلعبها اطول من اللازم. ضربه تماس ياخدها الفريق المصري. كابتن ايهاب ياخدها ضربه المرمى وبيحاول وكابتن معز وبيحرس المرمى. الله كابتن معز محترفنا الجميل واللاعب السوداني الشقيق. بيرجع تاني اللاعب الحاصل على الدوري السوداني 8 مرات والكأس 3 مرات. طبعا مش هنتكلم على كابتن معز محمود. الطلب من اكثر من نادي في اوروبا للاحتراف الخارجي ولكن وطنيته خلته يكمل مع المنتخب السوداني. من ورا محمد حامد بعتنا طبعا بيشكر الفريق السوداني وبيرحب بيه جدا على الاراضي المصريه. والفريقين الحقيقه مستمتعين جدا بالارضيه الجميله اللي بيقدمها ملعب الزنكلون حقيقه يعني. كابتن انصاري الوينج اليمين وبتتلعب وبيقطعها بيشيلها من فوق الاسد الحقيقه والكره مرتده وبيلعبها باص طويله. عزت الحقيقه بينافس المعز محبوب على حراسه المرمى. يا سلام يا كابتن عزت. بيلعب لزميله كابتن انصاري بيطلع وينج تاني. حماده بترجع بتاخد المنتخب السوداني. بيبص حد اليمين مهاري احتكاك يا راجل احنا قلنا اللعب النظيف وانظف من كده مفيش الحقيقه. بس نحافظ على بعض. لعبوها بسرعه مستعجلين. باص ضيق. اللعيبه لسه تانية في ماتش هتقوم بيلعبوا تمرين. لا يا جماعه نركز شويه. بياخدها بيستمر بيبادر زميله تاني وفي نص الملعب وبيطحها انصاري يقاري الخطه السودانيه الحقيقه. وبيبص والكابتن اللي جاب الجول والمنتخب السوداني وبيفكر يسدد وعزت لها بالمرصاد. عزت زي ما هو مدرب شاطر كمان حارس مرمى متفوق الحقيقه. بيلعبها لزميله اخوه الحقيقه بيبص لحارس المرمى بيبص تاني بتلعب لبره وبيطحها المنتخب السوداني. اللياقه البدنيه السودانيه رائعه. اللاعب بيبقى عند المرمى الثاني بيوصل للمرمى الاولاني في جزء من الثانيه. الله بجد يعني. الكوره ضربه ركنيه وبيستلمها على رجليه خالص بالطريقه البرازيليه وبيحاول يعدي. ده برازيليه واسبانيه. الله كابتن حسام يا جماعه. كابتن حسام يتابع المباراه عشان بيحاول يدور على لاعب محترف من ضمن اللعيبه الموجوده. حارس مرمى بيدور على حارس مرمى ولاعب خط وسط واحتمال يحيي الفريق. احنا مصريين واللاعب السوداني لا يعد محترف في الاراضي المصريه. احنا اشقاء. بيرجع تاني للثقه. مش مستعجلين على المكسب. وطبعا بنشكر الاداره السودانيه على هذا الزي الجميل. اللاعب بالزحلقه تاني يبقى الجزمه مش مطابقه للمواصفات بيحاول يغيرها. بيرجع تاني لزميله بيقول له انا بطلب التغيير بس مش دلوقتي. كابتن عزت بيركز وبينضم لزمايله. تاخد السوداني وعدت على الحكم تقريبا معرفش حسابها ولا لا. برضه الحكم مصري وفريقنا مصري احتمال يكون بيرجع حاجات جديده. اللاعب السوداني بيتألم من الصدام بيقول له مفيش حاجه هنرجع من فوق. بقى لبس على ازاي وبيلعبها وبيشيلها. الله عليك بينقذها جدا واللاعب اليمين بيقول له لا مش هتعدي. وهنا الكوره ما فيهاش حاجه ولكن الحكم تقريبا فهم الكوره السودانيه بانها عنف. طبعا لعيبتنا المصريين مش واخدين على الاجواء ديت. معظم اللعيبه كانت محترفه بره. كابتن عزت كان بيلعب في فريق مصر لسه راجع حالا. اخوه ايهاب كان بيلعب في ملعب زنكلوني. بيفكر اتحاد الكوره يدخله فريق الماتش الجاي. تحضيرات
كابتن يوسف الشريف من خلف الشاشات مشرفنا يا راجل، حرام عليك ما جيتش ليه؟ والله كنت شرفتنا، الملعب كان ناقصك والله. كابتن يوسف الحقيقه ليه دور مهم جدا في الملعب، واللعيبه والجماهير بتستناه. بياخدها الفريق السوداني، بياخدها الفريق السوداني، بيرجعها تاني للاعب، بيقول لهم لا مش هينفع، لازم التعادل، لازم التعادل، وبياخدها تاني، الفريق المصري، خط النص وبياخدها، بيقول له لا ما يا راجل حرام عليك، رجعنا للوينج تاني. بص بقى اهي المهاره المصريه، طبعا رقم 10 ده عارفينه رقم المهارات، بيقول للاعب الفريق السوداني مش هتعدي مني بس انا اللي هحاول اعدي. ادي الحماس راجع المباراه تاني، وطبعا عندنا في فريق الناشئين بره بيفرجوا على الملعب ونفسهم ينزلوا بسرعه جدا. الله كابتن معز محجوب يتدخل ولكن بينزلها لارض الملعب لزميله تاني، بيطحن المهاجم المصري بيحاول يثبت نفسه، بيقول لي كابتن حسام انا موجود ونازل في تشكيل المنتخب الجاي. الراجل بعد فتره اعداد كبيره جدا قام بيها الحقيقه، وبيرجعها تاني لخط الضغط، بيدور على الفاري، بيدور على المهاجم، الله بياخدها بحرفنه جميله جدا، ولكن اللاعب المحترف بيقول له لا الدولارات مش هتسمح لك تعدي بالمهارات. اللعيبه طبعا المحترفين داخل اي مباراه بينزع الجانب الانساني تماما، بيقول فيه مكافآت واحنا كلنا على استعداد ليه. طبعا ملعب زنكلوني مجهز جائزه ماليه قيمه جدا للفائز في المباراه. وبياخدها اللاعب السوداني وبيدور على زميله والجائزه الماليه، ولسه بيقول له لا والسعي نحو الاحتراف، وبيرجع تاني للاعب المحترف وبيلعب تاني الملعب السوداني، الفريق السوداني بياخدها بيبص هيدي لمين؟ التكتل المصري والدفاع المصري الكويس، وينج اليمين بيبص الناحيه الثانيه بيرمي فوت لزميله، واضح ان فيها لعبه، بيرسم على حاجه بيقول له ما تستعجلش، الكره الطويله بيطحها. لا بقول لك المرسيدس طلعت مصريه مش المانيه، السرعات والكفاءات، ولكن الفريق السوداني بياخدها تاني وبيقول له لا احنا برضه عندنا مهاره، بس لا اللاعب المحترف بيقول له مفيش مهارات مع الدولارات، وبيسعى وتدخل تدخل بقى المرسيدس فتحت على الرابع. جماهير ملعب الزنكلوني من المدرجات، طبعا مجلس الاداره ويعني مع الاحتفاظ بالالقاب لكل اعضاء المجلس واصحاب الارض والاستاد الكويس، وطبعا رئيس رابطه الجماهير عبد الله درديري، الراجل قايم بدور الصراحه بالتشجيع، والكوره الفريق المصري بياخدها تاني وبيطلع بطرف الشمال وبيلعب والمعز محجوب، يا راجل بتحطها فين؟ الاسد برج الاسد المعز محجوب بينقذ مرماه للمره الثالثه، وده دليل واضح جدا على تفوق الفريق المصري، برضه رقم 10 والمهارات، واللاعب السوداني بيقول له لا عديت مره والثانيه والثالثه ثابته مش هتعدوا. طبعا بنرحب بكابتن يوسف الجعيدي نزوله ارض الملعب. كابتن يوسف الجعيدي طالب في الصف الثاني الثانوي قسم اللغات. الجعيدي بيستعد، والفريق المصري بيبص لزميله، يا راجل بكعبك فين؟ انت بتلعب مع الطرفين يا راجل. معز محجوب بين زمايله، ترجع تاني لخط الضغط. يوسف زيتون طبعا بيبعت سلامه لكابتن عبد الله درديري والجعيدي. الجعيدي يا جماعه ده مش اسم، ده لقب، الراجل كان ضابط في الجيش سابق ونازل في ارض الملعب عشان يثبت ارض المباراه. ومن المقصوره الرئيسيه مروان هشام بينبه على اللعيبه وبتتلعب عاليه، بتفوت منه بيقول له لا مش هنا. ومعانا احد الاكفال كابتن معود مدربين يا ريت امن. والفريق السوداني بيبصوا لبعض يا جماعه. كابتن مصطفى زنكلوني مجهز 1000 دولار جايزه لكل لاعب. فريق مصري
يلعب البعض. كابتن عزت لم يتكرر منذ 5 دقائق. فريق السوداني مستولي على المباراه، بيبص البعض. خط الملعب اللاعب المحترف بيبص لزميله بمنتهى الاحترافيه وبيقطعها اللاعب لسه نازل. حماس الشباب وفريق الناشئين واعدادات طيبه الحقيقه، وبينزل اللاعب بقوه جدا. فين قلب الاسد مواليد برج الاسد كابتن المعز محمود. ومعانا من لايف خلف الشاشات كابتن زياد ابو سته. طبعا الراجل بيعتذر مره اخرى لتواجده في انجلترا لمتابعه نجم محمد صلاح. الراجل متابع لكل مبارياته الحقيقه من ارضيه الملعب. نرجع تاني. فريق السوداني بياخدها اللاعب المحترف وبيحاول يخش وسط اللعيبه ومش في الزحمه المصريه. طبعا احنا مصريين الزحمه عندنا في كل حته حتى في الملعب الحقيقه. طبعا خط الدفاع بيقوم بدوره. كابتن عزت بياخد الكوره بين لعيبته ما تلاقوش. فرق بسيط 2-1 لينا، بس المنتخب السوداني قادر على اي وقت. اللعيب اللي لسه نازل بيلعب كوره طويله وسباق بدني جدا ما بين الخبره والشباب. قد تفوت الخبره ولكن يستمر الشباب. اللاعب بيقول له استنى انا بدور على الجوزه. 2-1 للفريق المصري اللي ما كانش متابع المباراه من البدايه. بيقطعها الفريق السوداني. الفريق المصري لحظه تاخي لاخوه المصري السوداني وبترجع تاني الكره للفريق السوداني. الفريق المصري منكمش الى حد ما متاثر بالهجوم السوداني. وهنا بيخش اللاعب وبتتلعب وواضح وهتتباظر وبيقطعها تاني. الحماس المصري شيخانه وبيستمر بيلعب بينزل اللاعب لسه نازل. الفريق السوداني بمنتهى الحماس الحقيقه وبترجع تاني لكابتن محمود. الكوره تاني بترجع للفريق السوداني بيبوظ البعض بمنتهى الاريحيه الحقيقه. الفريق المصري بيطالب كابتن عزت بالمستحقات المتاخره. واضح جدا من الترقي. الحماس نخلي بالنا. سلامتك اولا. وما تقلقش كابتن مصطفى زنقلوني عامل اعدادات طبيه للملعب. ما تقلقش خالص. بينزل لاعب تاني من فريق الناشئين كابتن عزت. خط الظهر تاني كباتن شايفنا من يمين بتطلع خط المدافعين برضه المعز محبوب الحقيقه وقايم بدور كبير جدا في توجيه اللعيبه وصد ورد قوه الفريق المصري. اللاعب ده مغمور الحقيقه وحصان اسود داخل الملعب قايم بدوره على اكمل وجه. والكوره والتدخل العنيف والحكم عداها معرفش عداها ليه. احنا في الاول اخوات الحكم بعيد عن الكوره المطالب الحكم يقرب شويه. هنا بقى بيبص لزميله وهنا بقى بتظهر روح الاخوه وبيطلع الكوره بره للاطمئنان على صفوان الحضوريين. الجهاز الطبي لملعب الزنقلوني يتوجه الى اللاعب المصاب لفحص الحاله الطبيه. طب عقبال ما يقوم لعبنا من الاصابه بنبقى عايزين نذكر بس احد الجماهير وفريق كابتن سامبو وكابتن جعيدي بيسخنوا بره ويبتدوا ينزلوا. عبد الله درديري لاعبنا المحترف واحد اهم الناشئين واشطر الطلاب في مدرسه الحقيقه بس هو مهتم بالصوره اكتر. كابتن جاسر عنده وقف من اللجنه اللي فاتت. اللاعب المصري وبياخدها شيخانه وبيتاح فريق السوداني وبيبص يمين وبيلعبوا لبعض والكره سريعه بيبصوا لبعض هيلعبها يمين وبياخدها بالانفراد على الملعب وبيتاح فريق المصري وبياخدها تاني وبيخش لبعض وبيتاحها واضح التعادل بيفكروا في التعادل. الفريق السوداني بينشعل الحقيقه بينشعل وراء ضرورات مكسب كابتن مصطفى زنقلوني ومحمد لكل لاعب 1000 دولار. بنشكره الحقيقه على المكافاه. اشعل المباراه الحقيقه. التعادل وترجع المباراه تاني للبدايه.
كابتن مؤمن عايز يشارك كابتن مصطفى في دفع 1000 دولار لكل لاعب. قايم بدوره الحقيقه الراجل، بس ما قبضش بقاله شهرين. كورة تاني مع الفريق السوداني، راجع بسرعة الحقيقة. ماتش مبهر واستعدادات طيبة الحقيقة، وبيرجع تاني الفريق المصري. الحماس المصري، الحماس المصري. الله 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 الله. الفريق السوداني بيمتعنا الحقيقة، ولكن المصريين جبارين برضه، ما نقلقش. لحظة استقرار على أرضية الملعب، الكورة في المنتصف، الفريق المصري بياخدها تاني، الفريق المصري اللي كانت في الهدف، وشيخاني بيلعب الكورة الجميلة من وراء خطوط المدافعين برازيلية جدا، والكورة عالية فين؟ كابتن المعز محمود طول 190 سم قلب الأسد، فين تاني أعلى من كده؟ حارسنا المميز مع المنتخبات الأفريقية واللاعب الدولي. كابتن مصطفى وكابتن مؤمن الزنكلوني بيحيوا كابتن احمد الانصاري على اللعب الجميل الحقيقه ودوره المميز داخل اركان الملعب. اللاعب الفريق السوداني نزل محترفينه كامله، طمع في المباراه ولا ايه؟ كابتن معز بيقول لهم احنا عايزين النتيجه. اشقائنا بره الملعب واخواتنا جوه الملعب برضه، بس هنكسب. كابتن معز بيرجع تاني لارضيه المباراه وبينبه لعيبته ما تستعجلوش، واللعب البرازيلي بقى سوداني برازيلي ملعب، لا ولا برازيلي زامبا، هي برازيلي زامبا. اللاعب ده خطر جدا، وكولر بيتكلم كابتن خطيب عايز يمضي معاه الحقيقه. هناخد البيانات دلوقتي عشان يعوضنا على لعيبه الاهلي اللي مش هتجدد. كابتن عزت بينبه على لعيبته، بيقول لهم يا جماعه مش هنسيب الماتش كده، وبياخدها شيخانه وبيحاول والكوره وبيفكر تفكيرين يبازي ولا يعدي، لكن الدفاع السوداني جاي تحارب مع مين؟ واحنا حاربنا الاسرائيليين. تألق من الدفاع السوداني. مباراة شيقة على الأراضي المصرية بأراضي سودانية. والكرة الله، المعز محمود من سابع سماء للأرض بيلقطها بسرعة جدا. هذه المرونة الله. كابتن معز محمود بيباصي لزمايله، بيحاولوا بيلعبوا على الوينج والمتفقين عليها. التدريبات زي ما اتفقوا، والباص وارضية الملعب، وبيلعب الكورة وبيستنى الكورة عالية. الله عزت نلعب على رأس اللاعب المحترف، وبيلقط عزت بيقول له لا المصري مصري. ضربة تمس. كابتن مصطفى الزنكلوني بيشكر جدا لاعبنا الكبير كابتن انصاري، الحقيقه قايم بدوره جوه بره الملعب. الله عزت والكره عدت بالجزء من المره ونرجع تاني. الله كابتن عزت الله بينقذها من خط المرمى، بينقذ الهدف، بينقذ المصريين. الحقيقه هو نقص الهدف، هو نقص المصريين، حامي حمى المصريين. كابتن عزت قايم بدوره الحقيقه الراجل، وكابتن معز وبياخدها وداخل ال 18 تدخل شرعي جدا. ايهاب غنيم. كابتن ايهاب بيدي تعليمات لزمايله من على دكه البدلاء. الراجل قايم بدوره الحقيقه. كان في فتره غدا النهارده وبيعد اللعيبه جدا، وعزت بيند عليه. الاحتكاك القوه الافريقيه السودانيه مع الحماس المصري ينتج عن هذه الاصابه. هنلعب طول الماتش ولا ايه؟ انت صاحب الملعب اللي عايز انزل. الفريق السوداني والمحترفين كامله الحقيقه. طبعا كان في فرصه ان احنا المنتخب كابتن عزت تجيب محترفين، بس الراجل اكد على وطنيته ومصريته اللي مش هندخل اي محترف الفرقه. كرة بتتقطع والفريق السوداني وكابتن ايهاب غنيم يا راجل ملعب الكرة عايزاك الحقيقة. طبعا كابتن انصاري بيزعل عزت بيقول له ركز يا عزت مش وقته، وبيتعامل السوداني بيطحها والكرة مستمرة والوين وبيرقص ومهارة لبره
زميله الكورة. يا سلام على الكورة، الله أكبر اللاعب. وتتغير النتيجة، تتغير كرة من قوتها يا جماعة، خدت الشبكة وطلعت 3-2 للفريق السوداني. واضح جدا اشتعال المباراة. كنا فاكرينها إكرام ضيف بس طلع الضيف خطر جدا. كابتن عزب الله مش مهم بداية المباراة. الفريق السوداني مستمر وعندنا تغيير في الفريق المصري. نازل كابتن انصاري مستعد كابتن ايهاب. وحكينا البعثة المنتخب السوداني بتشكر ملعب الزنقلوني على حسن الضيافة. طبعا معايا احد الناشئين كابتن عبد الله. الناشئين النهارده كلهم من سنة ثانية ثانوي. عمر اسلام وفارس لعيبه، وبينزل كابتن انصاري وينزل بيبص لزمايله عشان يعوضوا النتيجه. فنزل بكل المهاجمين الحقيقه. الراجل هنا برضه تاني المهاره عزت بيقول مش وقت مهاره خالص، السكور مش لصالحنا. بمهاره عاليه بغير الملعب. كابتن انصاري بهدوء تام وبيبص لزمايله. اللعب برازيلي على اراضي المصريه. من التكتل الدفاعي السوداني بيحاول يقابله الفارس المنتخب المصري. وكابتن بيلعب الكوره في نص الملعب وبيتعامل المنتخب السوداني. الله، بنرجع تاني لايام كابتن احمد حسن وايهاب. الله، التعادل مش متوقع الحقيقه. الراجل بهجمه عنتريه من نص منتصف الملعب وبيخش ما بين المدافعين وبيخش بيشوط مره واحده والكوره بتسكن شباك عريضه للاسف كابتن غازي محمود. والتعادل. طبعا جماهير الملعب بتحيي كابتن لسه نازل من احد الناشئين كابتن فارس عيد. منورنا كابتن فارس عيد الحقيقه، احد الناشئين المهاريين بنتنقل المستقبل المهري. عزت بيحاول يستعين باحد الناشئين. جاي لابس اسود لسه ما خدش الطقم باين. بيحرز الانصاري مدربنا البرازيلي بيدرب اللعيبه على خطه معينه. بيسحب الفريق السوداني معاه. الفريق السوداني وهنا بقى في تدخلات. الخطه بيرجع تاني كابتن عزت بيبص لزمايله هيلعبها فين؟ هنا في نقل كوره بيخش الفريق السوداني بيلعبها لزميله مره ثانيه. بيبص الناحيه الثانيه بترجع المعز محمود بيدور على لعيبته. اللعيبه مستخبيه في احضان المنتخب المصري. احنا اخوات بس مش هسيبك. المباراة اصبحت ساخنة. الله يا انصاري على صدرك وسط اللعيبة. الراجل يا جماعة بيستعرض مهاراته في أي وقت وتحت أي ظروف. احنا مصريين برضه. الله، انصاري زميله المهاجم ورقم 10 وصاب عليه مرمى وبيرجع لزميله بيقول له ما تستعجلش ما بصلوش وايهاب ينقذ الموقف. بيرجع انصاري الراجل قام بدور الحقيقة. عايز البلون واحدة. اشتعال نار المباراة واصبحت المباراة على سطيح ساخن. الجماهير بتحتشد خلف المدرجات. عايزين مباراة تكون مشتعلة اكتر من كده. كمان عندنا الجماهير من البلكونات بيرحبوا معانا بالملعب. بياخدها اللاعب المصري 22 ابو تريكه ولا ايه؟ بياخد معاه لاعب تاني بيبص لزمايله وبتتشاط. المعز محمود بينقذها وبيلعب على مره واحده وبيفتح انصاري التدخل قوي جدا. هي في الكوره ما فيهوش حاجه بس احنا بنطمن على بعض. كابتن مصطفى زنقلوني والتقاط الصور التذكاريه مع ناشئين الملعب. طبعا ناشئين الملعب بتتهافت على التقاط الصور مع كابتن مصطفى زنقلوني. المحترفين الصدريين على اراضي المصريه يشعلون المباراه. لاعب رقم 10 مهاري جدا هيعرض نفسه للخطوره وبيخترق الصفوف. والمعز محبوب الورده التي لا تذبل ابدا. الراجل قائم بدوره على اكمل وجه الحقيقه.
الراجل كانت اللعيبه المصريه لما عرفت ان المعز محجوب حارس مرمى المنتخب السوداني موجود على ارضيه الملعب، يعني حصل نوع من انواع الرهبه، ولكن المصريين بيعيدوا نفسهم بسرعه. معز محجوب بيحاول يضيع وقت، اللعيبه السودانيه بتسيب الكوره للاعب المصري. اللاعب المصري رقم 10 المهيري بيدور على زمايله، بيحاول يلعب الكره ارضيه، والكره الارضيه بيرجع تاني انصاري اللاعب بيرجع تاني لزمايله. اسمع واحدة تاني لا بدنا نحسبك روح بيخش وسط اللعيبه، واللاعب المصري بيبص لزمايله وعلى ميله خالص، بيبص تاني بطريقه رجوليه ما يستعجلش، بالراحه على الارض ابو تريكه مهاري ما بين اللعيبه وبيرجع تاني. حلو. كابتن معز محجوب الراجل بيشيل الكرة من العارضة، وحصل اصطدام بسيط بالعارضة، ضربة ركنية. قايله يشكرني انا وانت قلت ايه صح. كابتن حماده الشراوي بيحيي اللعيبة من موسمها الأساسي. كابتن علي الأنصاري الأسواني، اللاعب السوداني بيبص لزمايله والراجل بيرجع تاني بيلعبوا في النص، بيحاولوا يعملوا مفهوم للاعب المصري عشان الكورة تبقى مرتدة، وعوند الشمال وفي منتصف الملعب ما خدش باله، كان بيلعب مان على نص الملعب وبترجع تاني الكورة. اللاعب المصري رقم 10 متفق واضح جدا مع انصاري ان الكوره على مهلنا خالص، مش عايزين نضيع السكه. اللعيبه المصريين قايمين بدورهم كده. 22 ابو تريكه الراجل الحقيقه بيلعب في نص الملعب، شب عدت على الحكم، بيخش اشتراك تطول منه. انا بديلك مش عشان تجري، احنا بنمشي وبنحضرك. لاعب المصري على نص الملعب بيحاول يشوف اليمين، بيحاول يخترق الصفوف كامله، وكره طويله بدون عنوان. زمايله بتزعلوا كده قبل ما نلعب على الارض، عايزين نلتزم بالخطه اللي متمرنين عليها. بنشكر اداره الملعب بالاضواء الكاشفه والاستعدادات والتصوير والمأسوره، الحقيقه مباراه شيقه الحقيقه، وكامل الشكر لارضيه الملعب وصاحب الملعب. الأرضية طبعا احنا قلنا الثورة الأرضية كلها من إنجلترا، ملعب متسع لفرقتين وثلاثة في نفس الوقت. معز محجوب والخطأ يا راجل، الثقة الزائدة ستضع المنتخب السوداني في النقص الكبير. كابتن فريق منتخب مستر عزت بيلعب الكورة العالية والطويلة الله المعز، وبيتحقق وبص بعض المصري الله، لا ما ركزش المرة دي، الكورة بيتحقق منه، لا عدت مرة والثانية والثالثة لا. هنبص كده تاني، بنرجع تاني لأحداث المباراة. الفريق المصري بيحاول يستدرج الفريق السوداني بالتحضير الكتير. الوينج اليمين هيعوض لنا كابتن محمد هاني ولا ايه؟ كولر بره بيحاول يبص على اللعيبه اللي موجوده، بيحاول يشتري لعيب او اثنين، بس اللعيبه متمسكه بمستر عزت، الراجل بيدفع كتير الحقيقه. نرجع تاني ارضيه الملعب، نرجع تاني مع الكوره بيقولوا لا هنعدي، المكسب مصري، المكسب سوداني، لسه بنشوف. حودة بيدور على لعيبته بيغير الملعب، كرة جميلة جدا. قلنا المنتخب مصري واللعب ألماني، الله وبينقذها اللاعب السوداني المحترف، بيبص تاني وبالعملة طويلة والوينج. وهنا بقى المحركات المصرية بتشعل نيرانها على الشقيق السوداني ومش هتعدي الحقيقة. كابتن انصاري بينبه لعيبته مش عايزين رعونة في الملعب. الفريق المصري بيبص لبعض ويا راجل اترعب من الملعب،
الملعب تشرف كابتن مهاب على حضور ارضيه الملعب. طبعا احد الناشئين كابتن فارس عيد اللاعب المهذب المحترف، اللاعب المهذب المحترف في صفوف نادي اليكس لايت، طبعا واخد ترتيب دفعه. كابتن مهاب اللاعب النشيط، لاعب النشيط بيتميز بنشاطه داخل الحصص، عمره ما نام ولا حصه. اللاعب المصري بنرجع لاحداث المباراه، الناشئين متهيبه صراحه للاحداث كلها، وبرجع فريق مصر وفريق مصر وينج يمين يرجع ورا عبد الله عشان اشوف. الفريق السوداني بيرجعها ضربه هنا، ضربه كورنر بتاخدها الفريق المصري وبتتلعب فين يا راجل؟ المعز محمود واخدها وسط اللعيبه، الراجل محترفنا الجميل طلع بكره طويله على اليمين، بيتحرك الفريق السوداني ياخدها البعض. حماس مصري بيتعدي، لا يمين السد العالي، السد المنيع، ولو السد العالي مصري ده في منه فرق بالسوداني الحقيقه. كابتن المعز محمود ايه الحارس ده؟ الوينج الشمال في لعيب طويل معدي مش عارف اسمه ايه. الكرة تاني للمصري وطبعا بينزل ارضيه الملعب عايز يلمس الكوره. حماس الاشبال بقى كابتن زيني من احد اهم ناشئين فريق حرس الحدود. كابتن محمد يوسف عينه على اللعيب دوت وعايز يجيبه مع الفريق الاول، بس منه انت طويل بس لسه سنك صغير محتاج. كابتن حسام واضح جدا في احد المشادات مع الجماهير وبيتدخل اللعيبه بتتدخل الاستاذ الزنكليني اشعلت نار المباراه. المدرب بيحب لعيبته زياده فالراجل بيزعق حبتين. القلب مصري والحلو سوداني. كرة عليه كابتن معز بيطحها اللاعب رقم 12 على مين الراجل لسه ما دخلش المباراه ويقول عزت بيحاول يعملها شبه من فيه، لكن عزت بيقول له على مين يا راجل؟ احتراف السنين. بيطحها تاني الكابتن اللي رقم 12 نازل بثقه زايده الحقيقه وبيدخل في وش ارض الملعب تاني خط الظهر وبيتعمل طرد السوداني بيحاولوا يعملوا حاجه وبيباصوا لبعض وبيبص والهدف وسط غفله وثقه زائده من الفريق المصري. المنتخب السوداني ما بيهزرش الحقيقه، احنا جايين ومصرين على المباراه. ترجع تاني الارضيه الحقيقه. الفريق الكرة ضربة، الفريق المصري بيلعب الكرة طويلة من قسم الملعب يصعد عليها المنتخب السوداني بيبص لبعض بس رجعتين تاني. المحترف بتاعنا كابتن انصاري ترجع تاني الكورة بيبصوا لبعض. الوقت بيخلص اصلا. التعويض اللي راح في ثواني هنضيعه ده يا جماعه. كابتن انصاري صحيح انا مصري بس مع اللعبه الحلوه كده والكره بتتلعب وفرصه للتعويض. يا شيخنا ركز يا راجل. طبعا الفريق السوداني طبعا بيحاولوا يتكلموا مع بعض باللغه السودانيه عشان ما نفهمش الخطه. بيستخدموا بعض المصطلحات السودانيه طبعا احنا مش فاهمين بيقولوا ايه بس هو اكيد لغه عربيه برضه. بنرجع تاني لاعب رقم 12 بيطحن المحترف السوداني محاول واختراق وتكتل مصري مكمل اول يا جماعه. كابتن انصار بيبص لعيبته بتلعب للجنين شايفينها بتتلعب وبتاع الفريق السوداني يا معز يا محجوب. الاخطبوط السوداني بيستولى على الكره من منتصف الملعب
الله بصراحه، الله بيطلع تاني. كابتن انصاري قايم بدوره ضد مجهول في ارضيه الملعب الحقيقه. واضح ترشيحه لجائزه احسن لاعب في المباراه، بس برضه بندور على النتيجه. لعيب رقم 9 وبيظبطه زغده كده بس من ورا الحكم، واللاعب السوداني بيبتسم مفروض مش متاثر الحقيقه. احد المحترفين السودانيين بيفكر ينزل، كابتن معز بيقول له ما تستعجلش، احنا كده كده فارقين بسكور محترم. اللاعب المصري بيحاول ينزل، معز محمود بيلعب الكره طويله، بيقطعها شيخانه بيخش فريق السوداني وبيقطع وبيحاول يخش، بيسمي الله على الوينج، بيدور على زمايله وبيشوط، يا راجل الكره بعيده جدا. كابتن هشام السوداني بيتابع اخوه كابتن معز. شكرا جزيلا لحضورك ارضيه الملعب. الاجواء المصريه السودانيه صحيح مشتعله المباراه جدا. اللاعب السوداني بيخش ما بين اللعيبه وبيندى عليه وعزت بينقذ المرمى تاني، وبرضه انصاري شيخانه بيدور على زميله، يا راجل بيتعامل نص الملعب والتكتل والكوره، وبيحاول يلعب الكوره العموديه، ولكن اللاعب لم يكن بالطول الكافي للحصول على الضربه الراسيه. كابتن معز بيندى على لعيبته، بيقول لهم ما تخافوش، بيقول لهم زي ما اتفقنا. طبعا مش زي ما انا بقول بيتكلموا سوداني بس احنا بنحاول نترجم. كابتن معز بيبتسم، الراجل هياخد جائزه المباراه طبعا. والكوره الله عزت للمره ال 20 بيشيل هدف مؤكد. بدايه على ارضيه الملعب. المنتخب المصري حزين الى حد ما من النتيجه، والكوره والتسديده 6 ريختر، ولكن عزت عنده جميع المجسات لصد اي زلزال سوداني. ترجع تاني الكوره بيستولي عليها الفريق السوداني ويجرأوا بيشوط من نص الملعب. شيخانه بيستولي على الكوره، بيعدي من واحد بيفكر في الثاني، بياخدها فريق السوداني بعز محمود بهدوء كامل، بترجع تاني كره طويله ضربه مرمى بقيادة فريق عزت. كابتن الانصاري بياخد الكوره ببساطه جدا، يرجع تاني بيدور على لعيبته، راجل مهاري جدا ولكن بيلعب في خط الظهر، بيدور لعيبته ما تساعدلوش، وتغيير ملعب وسبق الكوره كانت هتيجي عندي بس الحمد لله. كوره تاني الحكم بيحب هيرجع من مكانها، كوره بتتلعب وانتشار الفريق السوداني. تحس ان الفريقين مش فرقه واحده الحقيقه، منتشرين جدا في كل الملعب. بيقولوا مش مهم النتيجه، المهم السعاده اللي هتتحقق ما بين الاشقاء المصريين. يروح الانجليزيين بيدور على زميله، غير ملعب بيقطعها تاني الفريق المصري احد الناشئين بيحاول ينزل، وكوره ضربه تماس لفريق السوداني. طبعا اللاعب السوداني على مهله بيحاول يضيع وقته بشكل قانوني، بياخد الكوره بالراحه، وفرقه الناشئين في الخارج بتستعد على قدم الوسط. اللاعب السوداني المحترف والكوره على الضيق كده، شغل توجيهات وتمرين بقى، هنشوف طبعا. بعد هذه المباراة سنقدم لكم مباراة هامة جدا بنقدم فيها أفضل ما شيء لحافظة الإسكندرية بل مصر وجمعاء. كابتن معز يقدم تبليغا جميلا من الإعدادات الحقيقة والله عز. طبعا بعد المباراة دي هنستمتع بأقدام كابتن عبد الله وكابتن فارس، هنشوف مباراة جيدة جدا. بحب اللاعب المصري على الوينج اليمين، واضح انه في لاعب محترف اسمه زيزو. شكرا كابتن زيزو، الجماهير ترضاك بالاسم الحقيقه كابتن زيزو. حاول تسخن لاستعداد المباراه. ترجع تاني نص الملعب، شيخانه كرة يمين
اللاعب السوداني المحترف بيسأل الحكم بنرجعها تاني والحكم بيمشي الكورة واللاعب المصري رقم 12 احد محترفين الهابطين من الخارج وبيرجع تاني وبيخش وبيحاول هاند لمسة يد يا راجل يا راجل واللمسة المارادونية السودانية بس هنا في نص الملعب خليها قدام الجول احسن. والمباراة تقترب على النهاية والكرة والتسديدة المصرية ولكن بجوار القائم. ايه ده؟ وعلى غفلة من الفرقتين كرة بتعدي في تصفير من الحكم بيبص للاعب رقم 10 بمهارة 3 على 1 شيخانة بيبص بيشوط شيخانة بيبص لزميله الفريق المصري بيحاول الكرة والحكم هيقول ايه؟ الحكم بيقول ايه؟ اللعيبة بتعترض بيقول له نرجع للفار نشوف الفار. ضربة جزاء للمنتخب المصري بيفكروا مين هيشوطها بيقول له هتشوط على مين يا راجل. بيشوط الهدف المصري وبنرجع تاني لاحداث المباراه كده. التعادل في تغيير هيحصل دلوقتي كابتن سامح الحقيقه الراجل والكره المصريه هنبقى احنا في المباراه رقم 11 الله القائم ينقذ المنتخب السوداني ينقذه. طبعا الفريق الاخر بيسعى هينزل امتى والفريق اللي في الملعب يطلع الكوره يرجع ورا شويه الجماهير نزلت ارضيه الملعب. احمد عزه ترجع ورا شويه. احمد عزه المنتخب السوداني بيرجع تاني انصاري لزميله رقم 10 والمهارات بيغير ملعب ومعز محجوب اعزك الله والله والكوره ولكن الله الاخطبوط السوداني على اراضي المصريه المعز محجوب الله طبعا بيدي درس لحراس الناشئين كيفيه حراسه المرمى. الحقيقه الراجل محترف بيقول لك يعني ايه احتراف ويعني ايه كوره وليه كابتن عزت. الجائزة المالية كابتن مصطفى الزنخلوني جاهز لكل لاعب $1000 بس مرمى بس ما نشهروش. كابتن مروان وسام يتابع من الموسوعة الرئيسية الماتش والفريق المصري السوداني ونظر حرودية طبعا بيحاول يحسن التعليق عشان يزود المكافأة. كابتن محمود بيركز على لعيبته الهدوء الجماهير بتتابع خطة الملعب دخلوا عليه المقصورة مش عارف يلعب معايا مفاتيح العربية. أحد الناشئين تعب قاعد مكاني. اتفضل يا ابني والله طالبنا المجتهد. كابتن الفريق المصري يتدخل والحكم يا راجل بيحاول يحسب أي حاجة المنتخب المصري. طبعا كابتن جاسر مسعد مثله الاعلى كابتن منشيني. يلا روح احمد واحده والهجمه المنتخب المصري شيخانه بيبص لزمايله والكوره كابتن معاذ الله مصر بيرجع تاني رقم 11 لشيخانه تاني بيخش جوه الكوره بقى بيبوظ انصاري بيدور عليه بيرجع تاني المنتخب السوداني المحترف السوداني. الله يا راجل مطلوع فيه كتير يا راجل وفي الرمى على خير والدول الخير لاحداث المباراه. الرمى بيقول له ما تستعجلش انا معايا حماده منش
يرتد اللاعب وكرة طويلة عالية ما بتلاقيش غير كابتن ناصر. طبعا الفريق المصري مش هنقول يأس في نتيجة المباراة، ولكن بيحاول ومحاولات عنترية من اللعيب رقم 10. المهارة المصرية والحماس السوداني. يرجع تاني الفريق السوداني لأرضية الملعب بمنتهى البساطة والخطة والتدريبات واللمسة والتدخل والحكم بيعديها وهجمة عنترية والفريق المصري. دخل منه مجبوز يا عم، حرام عليك يا رب، حرام عليك والله. الفريق السوداني بيرجع تاني شغل التمرين اهو، تمرين تاني بيغير ملعب. اللاعب طبعا احد الناشئين السوداني، الفريق السوداني ده بيشيل ارضيه الملعب وبياخد احد اهم واخطر اللعيبه السودانيه المحترفه على الارض المصريه. واخدها تاني اللاعب السوداني بيكملوا بعض وبيشوط والراجل عايز يعملها سند من فوق اللعيبه، لكن فين يا راجل حرام. بينضوا على بعض تاني باللغه السودانيه عشان المصريين يفهموا بيقولوا ايه. واضح ان بيتكلموا على حاجه هيعملوها مع بعض. الفريق المصري يا راجل بياخد معاذ محمود وكرة طويلة بيحاول يشوف الكرة بره يكسب وقت تاني. بيكسب رقم 9 وبيخش السوداني المنتخب السوداني وفي حماس وبيغير الملعب وبيبص لزمايله وبيرجع تاني وبياخدها انصاري من الله وفي المنتخب السوداني بص يمين هيغير ملعب سرعات ولا كانت على الخط بالظبط. فاتت الكوره الملي سنتيمترات. هنا بيتدخل الدعاء والدين والحقيقه برضه مفتقدين اليوم كابتن محمد غنيم، احد اهم اضلاع مثلث الرعب في الفريق. غنيم الدولي كابتن كان ليه دور في الفريق كبير جدا. طبعا مش مبسوطين انه موجود معانا النهارده. احد اكثر اللعيبه بيأخذها من اهم النقاط. هذا اللاعب المحترف بيرجع لعيبه بيتكلموا مع بعض وصفارة الحكم تعلن انتهاء المباراة. وفي نهاية هذا التعليق أقدم نفسي إليكم كابتن محمد نصير للتعليق الدولي والمباريات الفاصلة. شكرا جدا لكم.